مركز الصحراء للدراسات الإنسانية والاجتماعية بشراكة مع المديرية الإقليمية لقطاع الثقافة لفيجيج ببو عرفة، ومختبر فريق بحث الأركيولوجيا والجغرافيا التاريخية بجامعة محمد الأول بوجدة، والنيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لفيجيج ندوة علمية بعنوان المغرب القديم، دراسات في التراث المادي، وذلك بمقر المندوبية الإقليمية للمقاومة وجيش التحرير ببو عرفة. الصحراء في الدراسات الإنسانية والاجتماعية بشراكة مع المديرية الإقليمية لقطاع الثقافة بفيدي ببعرفة وفريق بحث الإركيولوجيا والجغرافيا التاريخية بجامعة محمد الأول والنيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بفيدي ببعرفة ندوة علمية بعنوان المغرب القديم دراسات في التراث. حيث كانت المداخلة الأولى للباحث الطيب الجابري حول التراث القديم وأهمية الحفاظ عليه، في حين كانت المداخلة الثانية للباحث حسن أروش حول النقوش الصخرية كتراث مادي تشترك فيه منطقة السمارة مع منطقة فجيج، وعن العلاقة التي تجمع بينهما. في حين كانت المداخلة الثالثة للباحثة فتيحة الحباشي، والتي تناولت المعمار القديم بواحة فجيج وكيفية حمايته من الاندثار في ظل زحف العولمة عليه. أما المداخلة الرابعة فقد تقدم بها الباحث عادل العويسد، حيث تناولت المقابر الجماعية للإنسان القديم وعلاقتها بالنقوش الصخرية في منطقة السمارة. وأما المداخلة الخامسة فكانت من إلقاء الدكتور أنس بوجمعة أكثري حول الموروث المادي سينمائياً، رؤية بديلة للتسويق البصري لذاكرة المغرب في التاريخ القديم. أما المداخلة الأخيرة فقد قدمها الباحث ياسين باهي، حيث تمحورت حول التسويق التواصلي للتراث المادي واللامادي. وقد تميزت هذه الندوة العلمية بمناقشة واسعة ومستفيضة لمضامين مداخلات الباحثين من طرف الحاضرين، وقد خلص المنظمون والمشاركون في نهاية هذه الندوة إلى ضرورة طبع وقائعها في كتاب جماعي. وفي الختام ننقل لكم تحيات مركز الصحراء للدراسات الإنسانية والاجتماعية